توقع الحسيني عابد رئيس قسم التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد عدة مناطق في المغرب هطول أمطار وتساقط ثلوج خلال ليلة الجمعة ويوم السبت 22 فبراير الجار. وفي هذا السياق أوضح يعابد في تصريح إعلامي أن الطقس سيشهد استقرارا مؤقتا بسبب عودة تأثير الضغط المرتفع، مما سيؤدي إلى أجواء مشمسة ومستقرة اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر في المناطق الساحلية والسهول. وأشار إلى أن طقس الخميس سيكون مائلا للبرودة، مع احتمال تشكل الجليد في الليل فوق مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، في حين سيظل الطقس مستقرا بباقي أنحاء البلاد. كما ستظهر سحبة منخفضة وضباب متفرق في السهول الأطلسية الشمالية وشمال المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية. أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نسبيا مع احتمال تطير الغبار شرق الأقاليم الجنوبية. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى فمن المتوقع أن تتراوح بين 7 و15 درجة مئوية في المناطق الجبلية، وبين 20 و30 درجة مئوية في الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، بينما ستسجل باقي المناطق درجات حرارة تتراوح بين 14 و23 درجة مئوية. أما خلال يوم الجمعة فتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة، مع تشكل الضباب في الصباح والليل على السهول الأطلسية الشمالية والسهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية والسواحل المتوسطية والجنوبية. كما يتوقع عبور بعض السحب ليلاً، مع إمكانية هطول أمطار خفيفة في أقصى الشمال الغربي، بينما ستكون الرياح معتدلة إلى قوية نسبياً مع تطاير الغبار في أقصى الجنوب. إضافة إلى ذلك ستسجل درجات الحرارة الدنيا انخفاضاً، حيث قد تصل إلى -3 درجات مئوية في بعض المرتفعات. وبخصوص توقعات السبت ينتظر عودة بعض التساقطات المطرية في شمال غرب البلاد، نتيجة تأثر المناطق الشمالية بامتداد منخفض جوي قادم من المحيط الأطلسي. ومع ذلك سيبقى تأثير الضغط المرتفع مسيطرا على مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد، مما سيجعل تساقط الأمطار محدودا في النصف الشمالي للمملكة. كما يتوقع نزول أمطار متفرقة في السهول الشمالية ومنطقة الريف، سايس والسواحل المتوسطية والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفات والأطلس المتوسط، مع تساقط الثلوج على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. أما الرياح فستكون قوية نسبيا في بعض الفترات، خاصة في الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط، مع احتمالية تطاير الغبار محليا وانخفاض درجات الحرارة العظمى.